فيديو النهاردة حلو قوي يا بنات. هنعمل إعادة تدوير لأي حاجة موجودة عندك في التلاجة والولاد مش حابين ياكلوها وبقالها كتير. هنعمل لها إعادة تدوير وهنغير من طعمها ونحسسهم إن احنا عاملين لهم حاجة كده جديدة. الوصفة بتاعتي بقى، عملت إعادة تدوير للحلويات الشرقي. كان عندي كده بقيت حلويات شرقي مشكلة في التلاجة وما كانتش عايزة تتاكل. عملت لها إعادة تدوير بطريقة حلوة جدا وبسيطة، وخليتها في حتة تانية، وهيئت لهم ان دي حاجة كده لسه معمولة بقى وكلوها وكانت تحفة. جبت معايا بقى كده الحلويات المشكلة ديت، كانت عبارة عن بسبوسة على كنافة على جلاش. وجبت الكام برام بتوعي دول ووزعت فيهم الحلويات بالشكل اللي انتوا شايفينه. وجبت معايا هنا بولة ونزلت فيها بحوالي 4 معالق من الكريم شانتيه، او حوالي نص كوباية يعني. ونزلت عليهم بمعلقتين من السكر علشان الكريم شانتيه بتاعي كان خام. حطيت بس معلقتين من السكر، ونزلت عليهم كده بكوباية من المية المتلجة فيها قطع كده من التلج، وضربتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. وابتدي بقى اجيب البرامات بتاعتي وهنزل بقى عليهم بالكريم شانتيه بتاعي. هنزل بقى على كل واحد كده بكمية من الكريم شانتيه، وهبتدي بقى اوزعهم في البرام. هوزعهم كده واسويهم وياخدوا بقى شكل كده متساوي. سويتهم كلهم بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. وتحط كميات كويسة كده اهوت علشان تغطي معايا وتدي سمك عالي على الحلويات. وزعتهم بالشكل ده وفردتهم. وجبت كده معايا شوكولاتة مطبخ، وانا بستعمل هاي كواليتي او كواليتي تاركت. وحطيت عليها كده هوت حوالي نص كوباية من اللبن المغلي، ودوبتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه. لو عايزة تسيحيهم ممكن تستغني عن اللبن وتدخليهم الميكروويف وتسيحهم. سيحتهم بالشكل ده، ونزلت بقى بالشوكولاتة بتاعتي على وش الحلويات او الحلويات المشكلة والكريم شانتيه. وعملت طبقة تالتة من الشوكولات، وخدتها بقى ودخلتها التلاجة. قعدت كده معايا في التلاجة حوالي 6 ساعات واتمسكت بالشكل اللي انتوا شايفينه. وكانت بقى هنا المفاجأة ان الطعم رهيب. الكريم شانتيه مع الشوكولاتة غير الطعم جدا وخلاها طعمها رهيب. وبصراحة كل اللي دقها ما تخيلش ان هي دي الحلويات اللي كانت موجودة في التلاجة. الكريم شانتيه مع الشوكولاتة اداها طعم رهيب قوي. وصفة بسيطة وجميلة واتمنى تجربوها.